سلام البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وليت لكم اليوم بوصفه جديده راح نديروا مع بعضنا ان شاء الله معجون تاع براج تشينا. رانا في الموسم تاعها لازم نبروفيتيو منها. تبعوني حتى للاخير، ما تنساوش حبيباتي تخليوا لي جيم وتعليق يحفزني بزاف بزاف باش نعاود ننشط ونولي كيما كنت. ومرحبا بكم كيما دائما نقول لكم في كوزينتي معايا، ونديروا الوصفه هذه مع بعضنا خطوه بخطوه. اول حاجه لهنا عندي انايا كيلو تاع تشينا. انا الكيلو الحبات تاع تشينا كانوا كبار، يسمى 3 حبات. عفوا، لهنا تشينا لازم ضروري جدا تكون هذيك اللي القشره تاعها تكون خشينه. نحتاجوا هذاك اللب في البرج تاع تشينا باش ما يبقاش، باش بعد كيما طيب ما تبقاناش غير الجلود برك. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. كيما قلت لكم الجده تاعها لازم تكون خشينه. نروحوا الان نرابيبها، نحيو لها كامل هذيك الطبقه البرتقاليه. لازم نخليو غير الطبقه البيضاء، هذيك البرتقاليه نديرها في ساشي ونخبيها في الكونجيلاتور. نحتاجها من بعد في البسبوسه في بزاف حوايج. لهنا راكم تشوفوا حبات التشينا تاعي نحيت لهم كامل هذيك القشره البرتقاليه، خليت غير البيضاء، عاودت غسلتهم ونديرهم الان في كاسرونه ونخليهم يطيبوا حوالي 20 دقيقه، من 20 حتى ل 25. يعني كي تمسوا الحبات تاع التشينا تلقاوها طريه. لهنا انا كانوا سخونين بزاف ما قدرتش نوصل لكم الصوره. هنايا بعد ما كيما قلت لكم بعد ما طابوا لي، يعني ملاحظه ما تخليوهمش حتى يطيبوا، حتى وين تتكسر، حتى وين تتفلق هذيك الحبه. يطيبوا لكم برك عادي. قلت لكم من 20 حتى ل 25 دقيقه، صديبا على حساب حبه التشينا. نخليوهم ونروحوا الان ضروري يعني جدا ملاحظه مهمه، نخليو التشينا تاعنا تبرد. نخليوها حوالي ساعه في الثلاجه تبرد، ولا خليوها برا الا كان عندكم الوقت، ساعتين ولا 3. المهم ضروري جدا تبرد. دوك نقول لكم عليه. في الوقت هذا اللي تبرد فيه التشينا نروح انايا نحضر السيرو تاعي اللي راح نغلي فيه البراج تاع التشينا. انا درت 800 غرام سكر مع يطره تاع ماء. لهنا راح يكون لكم ماشي حلو بزاف، اللي يحب الحلاوه بزاف يقدر حتى يروح قريب الكيلو، بصح انا ما نحبذش. التشينا راهي في العموم راهي دائما حلوه. سما ديروا 800 غرام سكر مع كيلو تاع مع يطره تاع ماء. لهنا بعد ما بردت تماما التشينا تاعي نروحوا الان نقسمها. شوفوا كي تبرد وتكونوا تقسموا فيها راح يجيكم البراج معدولين، ما تعبكمش. ايماجيني هكذا وهي سخونه وانتم تقطعوا رايحه تغبنكم في التقطاع تاعها. ملاحظه ثانيه باش يجيكم البرج متحوف، لازم تقصوه في الوسط تاع البرج كيما راكم تشوفوا. ما نحطوش فيه هذاك الابيض، نحطو بين الابيضين. نحطو الموس تاعنا في الوسط تاع البرج، تاع البرج باهي. كيما قلت لكم البرج تاعنا ما تجيش فيه هذيك الطبقه البيضاء. لهنا تشينا حاولوا تشريو هذيك اللي ما فيهاش الجهه السفليه هذيك، ما باش كيف يسميوها. كاين هذا النوع تاع تشينا يجي فيه شغل الداخل براج صغار، هذه يعني ما تحبذوهاش. جيبوا لي يكون البرج تاعها هكذا وكامل كيما هذا البرج اللي لحتو الاخر. المهم لهنا بعد ما قطعتها نروح نجيبوا الشاربات هذيك. انا كنت طيبتها ديجا من قبل وطفيت لها. بعد كي جيت راح نلوح فيها البراج تاع التشينا عاود حطيتها بدات تغلي، ونبدا الان نضيفوا البراج تاع التشينا تاعي. خليتهم غلاو. لهنا ثاني ملاحظه مهمه جدا، هذه الرغوه اللي ديرها لاي معجون يعني ماشي غير تاع التشينا لازم تتنحى، باسكو هذه الرغوه لو كان تخليوها وتحطوا المعجون تاعكم يبقى لمده زمنيه راح يفسد. هذه اللي تسبب لكم الفساد تاع المعجون تاعكم. لازم نحيوها كامل. شوفوا لهنا كيفاش راهو الماء صافي، ما بقاتش هذيك الرغوه، بقات لي هذه هنا شويه. دوك نحيها. شوفوا لهنا الماء صافي، ما تبقاش فيه كامل الرغوه. ابقاو تنحيو فيها حتى تخلصوا منها تماما. شوفوا لهنا هذه واش بقالي نكمل نحيها. لهنا يعني سامحوني كان راح لي المقطع به نعت لكم القوام كيف يكون. يعني راكم لاحظتوا باللي البرج تاع التشينا كيفاه كان وكيفاه ولا، قصدي يعني راهو طاب. لهنا دوك نعت لكم اللون تاع السيرو كيفاه يكون. البوكا اللي ديروا فيها ولا البلاره ولا لازم تكون معقمه مغسوله مليح ومنشفه من حتى قطره تاع ماء، ما لازمش تكون فيها قطره تاع ماء. كيما قلت لكم شوفوا الان اللون تاع السيرو كيفاه يكون. ما تخافوش كي تكون الطيب. كي تشوفوا اللون تاع السيرو تاعكم بدا يتبدل ثاني، لهنا راح تدي لكم حوالي 25 دقيقه حتى 30 حتى نص ساعه وهو يطيبوا البراج تاع التشينا تاعكم. كيما قلت لكم عفوا
سيروا ما تسهاوش عليه، راهو كل ما يزيد يبرد كل ما يزيد يعقد لكم شويه. ولا هنا نورمالمون راهي واضحه كيفاه تكون درجه تاع الطياب تاعها. وبسم الله ما شاء الله. لهنا المعجون تاعي راهو واجد، اللي خبيته في بلاره باش نخدم به مع الوقت، واللي حطيته في صحن التقديم. صدقوني يعني جربوه وما تخافوش، يعني على ضمانتي بنين 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 بنين، وتحتاجوه في افراحكم، تقدروا تخبيوه حتى لفصل الصيف. وش راح نقول لكم لهنا، مع السلامه في فيديو اخر.